ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هتعرف اذا كان انت ممكن تخس من غير تمرين ولا لا. يلا بينا. Push up, sit up. All my gang go hard in the gym. Chest press, chest press. All my gang. تخس من غير تمرين في كام نقطة لازم نمشي عليها، واولها انك تعمل نظام غذائي لنفسك. في واحد اول ما يسمع كلمة نظام غذائي هو انت منهم نظام غذائي وكارب سايكل اقول لك لا طبعا، كل اللي انت عايزه كله بس ضمن سعراتك الحراريه. وانا كنت عامل لكم فيديو ازاي تحسبوا سعراتكم الحراريه والبروتين واحتياجك اليومي كله. طيب نقول مثلا ان شخص بيستهلك 1000 سعره حراريه، ما تزيدش عنها. اسمع مني، ما تزيدش عنهم. حاول على قد ما تقدر اول مره ما تزيدش عنها. امشي لك اسبوع ولا حاجه، بعد كده خس 500. وانا قصدي خس 500 من السعرات مش من جسمك. تاني نقطة معانا، ابعد عن حاجة اسمها فاست فود. زي ايه؟ لو انت مثلا من ايجيبت ابعد عن دانكن دوناتس، ستاربكس، ماكدونالد، الحاجات دي. لكن انت لو من مصر عادي ابعد عن الفول، عن الفلافل، عن الشيبسيات، عن البيبسي، عن كل دول. لان انت سواء من ايجيبت او من مصر، الاتنين الاكل اللي انت بتاكله فيه سعرات حراريه عاليه وسكر ياما. تالت نقطه معانا، انك تاكل اكل فيه الياف كتير. الالياف بتحسسك بالشبع، ولو مش عارف الاكل اللي فيه الياف كتير ممكن تعمل سيرش على جوجل يعني عادي. يا عم دي ثانيه من وقتك. كل خضار وفاكهه كتير، وبالذات اللي بتحتوي على كميات كبيره من الميه زي الخيار، زي البطيخ. وانصحك ما تكترش في الطماطم عشان فيها نسبه املاح عاليه. خامس نقطة معانا وليه لازم تعملها كويس، انك تشرب مية كتير من 2 ل 3 لتر. نقطة كمان معانا وهي انك تحاول تظبط نومك، عشان انت لو طول اليوم نايم وصاحي بالليل زي حالاتي هتجوع كتير. ان مفيش حد في البيت، فانت هتكسل تقوم تعمل اكل وهتلتجئ للمكملات. أنا مش قصدي هنا المكملات الغذائية، انا قصدي هنا مكملات الاكل. وبما ان مفيش حد ممكن يعمل لك اكل في البيت، او انت ذات نفسك مكسل تعمل اكل، فهتلجأ للحل التاني، وهو انك تروح تطلب اوردر ماك، كي اف سي، دانكن دوناتس، حاجات فيها سعرات حرارية وهتبهدلك. بس كده، دي المعلومات اللي كانت عندي النهارده. اتمنى تعمل لايك، فولو، وما تنساش تشترك في القناه وتشوف بقيه الفيديوهات، يمكن تستفاد. بس اوعى تنسى تعمل لايك وفولو.